السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال كيف العاده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم مسمن تبارك الله ما شاء الله، تيجي غزال وهشيش ورطب ومورق. تنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ندوزو مباشره للطريقه ديال التحضير وتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير وفرجه ممتعه. عندي هنايا في القصريه تنديرو فيها كيلو ديال الفرص الابيض، وتنحتاجو 300 غرام ديال الفينو، اي 3 الكيسان ديال الفينو، وتنحتاجو الملحه، معلقه كبيره ديال العسل، يمكن لكم ديروا واحد معلقه ونص ديال السكر سنيده، عندي كاسه الحليب. اللي ما عندوش الحليب سائل يدير 2 معالق كبار ديال حليب بودره، راه نفس النتيجه. وتنعجن بالماء دافي، العجينه تتكون خفيفه شويه. من بعد ما جمعت العجين كيف ما تشوفوا العجين تتكون خفيفه، ما تنعجنوهاش. كي تنجمعها ندهنها بشويه ديال الزيت ونغطيها بلاستيك ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق. من بعد ما ارتاحت لي العجين تندلكها واحد 10 دقائق. هاد العجينه ما تحتاج شي مجهود، تتخليوها ترتاح، ضروري تخليوها ترتاح باش تعاودوا تدلكوها مره ثانيه. تندهنها بشويه ديال الزيت ونغطيها بلاستيك ونخليها ترتاح واحد 15 دقيقه. من بعد ما ارتاحت لي العجين واحد 15 دقيقه كيف ما تشوفوا تتكون العجين مرتاحه، تندهن يدي بشويه ديال الزيت وتنقطع العجين ديالي. تنقطع واحد الكره كبيره وتنقطع واحد الكره صغيره، حيت غادي ندير مسمنه في وسط مسمنه. وانتم على حسب الحجم اللي تتبغيو ديال المسمن، انا غادي نديرو كبير شويه. من بعد ما قطعت العجين ديالي كيف ما تشوفوا تنديرو في شي صينيه وتنغطيه ببلاستيك يرتاح. هنايا عندي شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت، يمكن لكم ديروا هي الزيت راه نفس النتيجه. تندهنوا سطح العمل بشويه ديال الزيت. تنجيب الكره الاولى اللي قطعنا، اي الكره الكبيره، تنطلقها بشويه ديال الزيت وتنأكد على الجوانب ترققوهم وترققوا العجين ديالكم باش تعطيكم نتيجه زوينه. والعجين تتكون مرتاحه، ضروري تخليو العجين يرتاح باش تعطيكم نتيجه زوينه. صافي نطلق العجين ديالي يكون رقيق، وتندهن بشويه ديال الزبده. كما قلت لكم يمكن لكم تضيفوا غير الزيت. وتنرشوا بشويه ديال الدقيق القامح، انا عندي الدقيق ديال القامح، يمكن لكم ترشوه بشويه ديال الفينو او السميده. صافي نطوي المسمنه ديالي كيف ما العاده، كما تنديروا المسمن العادي،
وتورقوا بشويه ديال الزبده وتنسدو المسمن عادي. بحال المسمن العادي. تنجيبوا الكره الصغيره تنطلقوها حتى هي بنفس الشكل اللي طلقنا الكره الاولى، تكون رقيقه. نأكدوا على الجوانب نرققوهم. العجين ضروري تخليوه يرتاح. صافي نطلق الكره الثانيه تكون رقيقه. تندهنوها بشويه ديال الزبده ونرشوها بشويه ديال الدقيق. تنحطوا المسمنه في الوسط وتنسدوا على المسمنه صافي بحال الملوي العادي، مسمنه في وسط مسمنه. صافي نورقوا بشويه ديال الزبده ونسدوا. صافي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل. من بعد ما كملت تنستفهم في شي بلاطو، تندهنوهم بشويه الزيت ونخليهم يرتاحوا. من بعد تنشعلوا المقله ديال الملوي، العافيه تكون متوسطه. تنجيبوا المسمنه دينا تنطلقوها بشويه ديال الزيت، نأكدوا على الجوانب نرققوهم. انا غادي ندير مسمن كبير شويه، نتوما على حسب الحجم اللي تتبغيو. صافي نستمر بنفس الطريقه نطلق المسمن كما تتشوفوا ونخلي المقله ديالي تسخن. والعجين تيكون مرتاح. تنرشوا المقله بشويه ديال الزيت هي تبقى المسمنه تتشمع شويه وقلبوها، ما تخليوهاش على واحد الجهه. من بعد ما تشمع المسمن ما تخليوهاش على واحد الجهه، قلبوها باش تنفخ وتورق وتيجي غزال. وكل مره بقى نقلبوا المسمنه ديالنا. صافي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل المسمنات ديالي كاملين. صافي بقى نقلب المسمن ديالي كل مره باش ياخذ واحد اللون زوين وتيتنفخ. صافي من بعد ما كملت كيف ما تتشوفوا، وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن اللي تيجي غزال وتيجي رطب وهشيش ومورق. كنتمنى تجربوه، وكنتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم يعجبكم وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده وتيجي مورق ولذيذ وهشيش. ما تنساوش لايكات ديالكم والتعاليق زوينه اللي تتحفزني دائما. وبسلامه عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه في وصفه جديده وفيديو جديد.